بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا أحلى حبايب وأحلى متابعين وأحلى اخوات. خير ما نبدأ به كلامنا هو ذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا النهاردة الجمعة 28 نوفمبر. زي ما انتوا عارفين بنبتدي دايما كلامنا بالموضوع اللي شاغل الرأي العام، وهو الإيجار القديم. احنا لحد دلوقتي يا جماعة منطقة القاهرة لسه ما نزلتش من ضمن لجان الحصر، يعني ما نعرفش فيها، بس بنسبة 90% هم لغوا الأماكن الاقتصادية من المحافظات. معنى كده ان الاماكن اللي موجودة اقتصادية ومتوسطة، متميزة ومتوسطة، انا اسفة جدا، متميزة ومتوسطة. مفيش مناطق اقتصادية في مصر دلوقتي. احنا المناطق المتميزة بعدها المناطق المتوسطة. عايزة اقول لكم ان الرئيس السيسي ربنا يكرمه، ورئيس الوزراء والمحافظين وبتوع البرلمان والدنيا كلها حطت في اعتقادها وفي دماغها ان الشعب المصري شعب غني مش فقير، شعب متوسط الحال، شعب ميسور الحال. مفيش فقر، مفيش عندنا غلاء اسعار، مفيش عندنا العلاج ارخص ما يكون، التعليم افضل مما يكون، الصحة افضل مما تكون. حتى المناطق اللي هم عملوها، اللي لجان الحصر نزلت وعملت في المحافظات، وثلاث ارباع محافظات مصر اعلنت ان لجان الحصر ان المناطق منطقتين، منطقة متميزة ومنطقة متوسطة. مفيش عندنا الحمد لله، مصر ما فيهاش فقراء، مصر ما فيهاش لا ارامل ولا مطلقات ولا يتامى ولا كبار سن ولا معاشات، ولا فيها اي حاجه، ولا فيها موظفين تحت خط الصفر، ولا فيها موظفين، ولا فيها ناس ارزقيه على باب الله. مصر الحمد لله شبعانه. ده من وجهه نظر الحكومه، ومن وجهه نظر لجان الحصر، ومن وجهه نظر المسؤولين عن مصر وحكومه مصر ورئيس مصر. طبعا زي ما انتوا شايفين الصورة اللي بتتقدم للعالم حاجة، ولجوه والعالم الداخلي حاجة تانية خالص. طبعا احنا عندنا المتحف المصري زي ما انتوا شفتوا الافتتاح بتاعه عامل ازاي. هل الدولة دي اللي يبقى عندها افتتاح بالشكل ده يبقى عندهم فقراء؟ استحالة طبعا. ويعني ونحط على وتيرة ده، حطوا حاجات كتير بقى، حاجات كده كلها فوق بعضها. زي ما قلت لكم في الاول، احنا ما عندناش فقر الحمد لله، ما عندناش غلاء اسعار. مش عارفه اقول ايه تاني، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وزي ما سمعنا ان الايجار من 1/12، يعني هنبتدي ندفع الايجار الزياده اللي هو ال1000 جنيه وال400 جنيه من 1/12. لو انت في منطقه متوسطه وايجارك اقل من 400 جنيه هتطلع ل400 جنيه. لو انت في منطقه برضو متوسطه وايجارك اقل من يعني اعلى من 400 جنيه هتدفع الايجار اللي هو زي عندنا كده. مثلا انا بدفع 100 جنيه ايجار او 150 جنيه ايجار، هدفع 1500 جنيه بعد ما كنت بدفع 150 جنيه. عارفين ليه؟ لان انا باخد مرتب 20000 جنيه و15000 جنيه، وجوزي بياخد معاش 15000 و20000. ما هي دي المعاشات ودي المرتبات اللي هم قسموا على اساسها المناطق. انا مش عارفه هم قسموا المناطق على اي اساس، قسموا وقالوا على اي اساس هم عملوا كده يعني. وللحديث بقيه. طبعا عندنا هنا موضوع مهم جدا، برنامج وهو اسمه دلوقتي، يعني هم مضطهدين المذيعه ولا مضطهدين البرنامج؟ احنا عايزين نعرف بس. يعني لو هم مضطهدين البرنامج يبقى دي كارثة ما بعدها كارثة. لو هم مضطهدين المذيعة ست محترمة جدا، آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج
دولة التلاوة. البرنامج ده يا جماعة من كتر ما احنا بنشوفه مثلا في ايران وفي الدول العربية، احنا كان نفسنا يبقى عندنا برنامج زي ده في مصر، والحمد لله البرنامج نجح وطلع زي الصاروخ، والمتسابقين فيه ما شاء الله. هل هو الاعتراض بقى على مقدمة البرنامج ولا على البرنامج نفسه؟ هل اخواتنا البعدة مش عايزين، هم قالوا هيحفظوا القرآن ويطلعوا يقولوا قال الله وقال الرسول؟ الناس دي هيبقى عندها دين وعندها إسلام؟ احنا دولة مسلمة يا جماعة، احنا دولة مسلمة، ايا كانت مين مقدمة البرنامج او مقدم البرنامج هي هتفرق؟ هل هم مش عايزين عيالنا يطلعوا يحفظوا القرآن ويتعلموا تعليم دينهم؟ ما هم المتسابقين كلهم عبارة عن أطفال وشباب. أنا مش عارفة النقد جاي بقى هل إن المقدمة البرنامج واحدة ست؟ هم بيطالبوا إن يبقى مقدم البرنامج راجل. هي هتفرق؟ ما الست طالعة محتشمة ولابسة والدنيا معاها زي الفل. هي آية عبد الرحمن من ضمن العلامات الكويسة اللي حاصلة في الإعلام، غيرت مفهوم الست المصرية، غيرت مفهوم المذيعات المصرية، غيرت مفهوم الإعلاميات. يعني انتوا عاجبكم الإعلاميين والمذيعات اللي بتطلع كلها باينة، كلها عريانة، كلها مش مظبوطة؟ آية عبد الرحمن غيرت الفكرة اللي زي الزفت اللي الناس اللي العالم كله خدها عن الست المصرية. طبعا من المسلسلات بتاعتنا، من البرامج، من كل حاجة شوهوا الست صورة، من التيك توكر، من التيك توك، من البلوجرات اللي طالعين، كل دول شوهوا صورة الست المصرية. لا، فجت آية عبد الرحمن غيرت الاتجاه، قالت يا جماعة احنا في مصر برضو ستات مصريين، ستات محترمات، ستات ممكن تقدم برنامج يتهافت عليه العالم. وفي الاول وفي الاخر مش هي لوحدها اللي بتقدم برنامج ديني. عندنا من قديم الازل في اذاعة القرآن الكريم هاجر سعد الدين، معدة وبرنامج في اذاعة القرآن الكريم. السيدة الفاضلة رحمة الله عليها عبلة الكحلاوي من ضمن الناس اللي لها علامة ولها بصمة في تقديم البرامج الدينية، وكان لها برنامج مخصوص على القنوات الفضائية بتاعتنا وكان بيتعرض. أظن كلنا عارفين الدكتورة عبلة الكحلاوي. ما هي دي برضو ست. لما تيجي واحدة من الشباب اللي طالع تجدد العلاقة ما بينها وما بين، أو العلاقة ما بيننا وما بين ديننا وما بين عيشتنا وما بين حياتنا، وتخلي بدل ما يبقى فيه مسابقات رقص ومسابقات غنى ومسابقات مش عارفة ايه، بقى فيه مسابقات دينية، لحفظة القرآن، لحفظة كتاب الله، لحفظة الحديث. وفي ايه؟ هو خلاص مصر بقت ممنهجة؟ بقينا يهود احنا ولا ايه؟ احنا في الاول وفي الاخر مصر دولة اسلامية، دولة اسلامية. احنا بلد الازهر الشريف، احنا بلد الازهر، مصر بلد الازهر، بلد الحضارة الاسلامية. احنا بلد وسطية، احنا الدين الوسط عندنا، الدين بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، بتاع الرسول سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام في مصر. في مصر يا جماعة انا مش عارفة اقول ايه. في حاجة برضو يعني موضوع انتشر بطريقة غريبة قوي، وهي حالات الاغتصاب اللي ماشية عمالة على بطال، بقت كل يوم في الشارع، من اول الطفل ايسل وبتوع المدرسة ومش عارفة ايه وايه، واخرها سواق الميكروباص بتاع امبارح او اول امبارح اللي خد الست من الهرم لطريق السلام وهي رايحة العبور، والناس كلها ركبت وعمل معاها اللي عمله، وفي الاخر سابها من غير هدوم ومشي، وحط السكينة على رقبة ابنها، يا تعملي اللي انا هقولك عليه يا هموتهولك وهذبحهولك. الست فقدت السيطرة، لا ابني، فقدمت نفسها كبش فدا عشان تفدي ابنها. هل الست دي وبعدين ايه الظاهرة الغريبة دي؟ هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ القيامة هتقوم ولا ايه؟ هو ده اخر الزمان؟ ايه اللي جرى في مصر؟ ايه الجريمة بقت محوطنة من كل حتة؟ احنا بنخاف ننزل العيال،
والله العظيم الواحد وهو ماشي في الشارع بيلف حوالين نفسه شمال ويمين، ما عادش عندك ثقة في حد. اخوك اللي هو اخوك وابنك اللي هو ابنك ما عادش عندك ثقة فيه. هتدي الثقة لمين؟ هتدي الثقة لمين؟ الاب وبنته، الاخت واخوها، السواق اغتصب مش عارفة مين، اللي ايه اللي في ايه في ايه. فين الامان؟ فين الامان؟ فين الامان اللي احنا كنا فيه؟ فين يا سيادة الرئيس السيسي الامان اللي انت حققته لنا؟ ده احنا ايام الثورة ما حصلش الكلام ده. ثورة 2011 اللي احنا كنا فيها كان فيها انفلات امني، ما حصلش فيها الكلام ده. ما حصلش فيها كل الجرايم دي وكل القتل ده، جرايم قتل وجرايم اغتصاب، قتل واغتصاب قتل. مفيش. بقت صفحات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي ما فيهاش الا دول اللي متصدرين المشهد. دي بقت مصر اللي في الوش، هم دول. يا فلان قتل فلان، يا فلان اغتصب فلانه، يا مش جرايم. ايه ده؟ في ايه؟ فين القوانين يا جماعه؟ فين بتوع اعضاء مجلس الشعب اللي ناجحين بالتزوير؟ نجحوا بالتزوير، اقسم بالله كنت تروحوا اللجان ما فيها مخلوق. انتوا كلكم عاصرتوا اليومين بتوع الانتخابات تزوير في تزوير، والناس رايحه عشان خاطر ال 200 جنيه وال 300 جنيه اللي كانوا منزلينهم. الناس ما تعرفش هتنتخب مين ولا رايحه عشان مين. هي رايحه عشان خاطر ال 200 جنيه ياخدوهم يمشوا يومهم. يوم من ضمن الايام الصعبه اللي بتعدي على المصريين. فين القوانين اللي الحكومه بتسنها والبرلمان بيسنها علشان خاطر ترجع الجريمه اللي بقت منتشره في شارع مصر والمصريين؟ انتوا برضو هرجع واقول، انا قلت الكلام ده في الفيديو اللي فات برضو تاني، لازم قانون يحمي الاطفال. ما يبقاش شحطه ولا بغل ولا عجل عنده 18 سنه يقولك عليه طفل. طفل منين؟ هو زي البغل. لما يبقى واحد زي ما قلت زي البغل وزي العجل ويقولوا عليه طفل عنده 18 سنه. اما يكون مش عارفه ايه ويقولوا عنده 18 سنه. 18 سنه ايه وانت زي الشحط واقف قدامي؟ يمسك البت يخنقها ويرميها في حمام السباحه ويعمل معاها الغلط، وفي الاخر يقول يا طنطي ده في واحده كانت بتغرق. سواق طيب ماشي على طريق ياخد الست ويعمل فيها اللي يعمله، وفي الاخر ياخد بعضه ويمشي ويرمي الست في الشارع. هو في ايه؟ هو انا بقينا في غابه؟ ده احنا غابه كده، ده احنا في غابه. دي لغه الغابه. يا سياده الريس انت حضرتك وجهت رساله والانتخابات مش عاجباك. الانتخابات مش عاجباك وقلت ان الانتخابات فيها تزوير. هم دول الناس اللي حضرتك صدقت على كلامهم. هم دول الناس اللي انت عارف هم دافعين فلوس علشان خاطر ينجحوا في الانتخابات ويبقوا في المجلس ويبقوا في البرلمان. هم دول المصداقية عند حضرتك. هم دول اللي حطوا القوانين. هم دول اللي هيشردوا الشعب في الشارع. لما انا ببقى واحدة ادفع 150 جنيه ايجار اجيب ادفع 1500 جنيه، امال اكل بكام؟ اكل بكام؟ وعلم عيالي بكام؟ واتعالج بكام؟ هو في ايه؟ هم دول. وانت عارف ان هم مزورين برضو حطوا القوانين بالتزوير. هيرموا الناس في الشارع والناس هتتشرد، وفي الاخر عصر السيسي. وعايزه اقول لك كل ده هينتسب للعصر بتاع حضرتك. ليه؟ احنا كنا انت يعني عايزه اقول كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. لما دول مزورين هم ونصابين وحراميه. دلوقتي انا كنت بدفع ايجار 150 جنيه وانا كان مرتبي من 1500 ل 2000 جنيه. دلوقتي انا مرتبي يا دوبك معدي ال 4 5000 وبدفع 1500 قرض، يبقى بقى من مرتبي 3500. لما ادفع منهم 1500 بس ايجار هاكل بكام واعلم عيالي بكام زي ما قلت لحضرتك؟ ليه؟ هما بيعملوا معانا ايه؟ دول في ايه؟ بدل ما تحطوا قوانين تطلعوا الناس في الشارع وتبهدلوا الناس وتطلعوهم من محلات اكل عيشهم، اعملوا قوانين تمنع الجريمه، تمنع الزفت اللي ماشي في الشارع. الواحد اللفظ مش عاوز يطلع منه. الجرايم اللي بقت ماليه المحاكم، البنات اللي بقت خايفه تمشي في الشارع.
الاطفال اللي بقى خايفين نوديهم المدارس، الاطفال بتوع جهاد دول، ولا حضرتك بقى من الاخر كده عايز شعب جاهل ومريض، ولا تعليم ولا اكل ولا شرب، وحضرتك بتقول انا بعمل الاجيال الجايه؟ هي فين الاجيال الجايه؟ هو يبقى في اجيال اصلا؟ وهيبقى في اجيال وانت بتعمل معانا كده؟ وفي الاخر هم دول اللي بياخدوا القرارات عننا، هم دول الحكومه، هم دول البرلمان، هم دول اللي بيمثلوا صوت الشعب بالتزوير والسرقه والنهب. انا مش عارفه اقول ايه. يا ريت نحط قانون وشويه مش عايزه اغلط فيهم، اللي هيبقوا في البرلمان القادم يحط لنا قانون يرجع الجريمه ويرجع لمصر الامن والامان. يا سياده الرئيس السيسي وسياده الدكتور مصطفى مدبولي، اسوأ عصر العصر بتاعكم، معلش، اسوأ عصر ما شفناش كده في حياتنا ابدا. بشهاده الشعب وبشهاده الناس وبشهاده الشعب المصري، احنا ده اسوأ عصر واسوأ ايام عدت علينا. الفتره من 2014 لحد النهارده، الفتره بتاعت حكم حضرتك يا سياده الرئيس، دي اسوأ فتره عدت. الناس مش عارفه تعيش، الناس مش عارفه تتعلم، احنا كمان مش عارفين ناكل. في ابسط من كده؟ اكله الفول والطعميه دلوقتي بتتكلف 50 60